في الحديث عند الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. ادعوا الله الآن وانغمس في رحماته. روعة الفرج أنه يأتي فجأة ومن الطريق الذي لا يخطر على بالك. يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا غلبك الهم وضاق صدرك عليك بهذا الدعاء. في سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم لأسماء: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ قال: الله ربي لا أشرك به شيئا. بعضنا يستحي أن يرفع يديه إلى الله بالدعاء بحجة أنه كثير الذنوب. الله استجاب لإبليس دعاءه، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين، أفلا يستجيب الله إلى دعواتك؟ أشار صلى الله عليه وسلم على قبر ثم قال: ركعتان أحب إليه من بقية دنياكم. نترك صلاة التراويح ونتسلل من بعض الركعات بالرغم أنه لا ينفعنا في القبر إلا مثل هذه الأعمال. الإحسان إلى الضعفاء والفقراء من أسباب النجاة من عذاب الله يوم القيامة. قال الله جل وعلا سائلا أصحاب النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. كل أمر يقع عليك تحبه أو تكرهه فهو خير لك. في مسند أحمد يقول صلى الله عليه وسلم: وليس كل أحد أمره كله خير إلا المؤمن. كلنا محملون بالذنوب، ولولا رداء من الله اسمه الستر لانحنت رؤوسنا من شدة الخجل. ومن أراد أن يعيش تحت ستر الله فلا يكشف ستر أحد. جاء عند الترمذي على ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك، إذ أن الأصل في المؤمن أنه مرآة لأخيه المؤمن، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. تريد أن يكشف الله همك وينفس كربك أكثر من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أبي بن كعب: يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. القبر ضيق جدا، لكن أعمالك الحسنة ستفتح لك نافذة لترى مقعدك في الجنة، فأكثروا من الصالحات. الله يحسن لنا ولكم الخاتمة. حتى يجيب الله دعوتك فعليك أن تنقي طريقها من الذنوب والمعاصي. في دعاء سليمان عليه السلام قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فسأل الله المغفرة أولا